لأن جلالة الملك في الخطاب فاش هضر على الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن حتى حاجة ما نفذنا. أنا ماشي كنحمل لا أنا ما نحمل حتى واحد، أنا كنقول الواقع، مش ما نبقاوش نشخصنوا الأمور. واخا الأغلبية كتبغي تهجم بواحد الطريقة، ولكن راه بلادنا كنهضروا الواقع. كاين شي واحد دابا يقول لي ماشي كلشي كنستوردوه بهذه المخططات، وهادشي كان الهدف منه هو الاكتفاء الذاتي، هو الامن الغذائي. اليوم حاجه وحده اللي ولات عندنا 100% هي المعده، انتاج هو اللي كاين اللي كطحن هادشي. المعده هي اللي عندنا دابا ديالنا، الشيء الاخر كلشي كنجيبوه. هادشي ديال الدعم ديال الاخر باش نكونوا دقاق فيه جوج الحوايج. في عيد الاضحى وفيه الإعفاءات الضريبية يعني لمواجهة الغلاء. عيد الأضحى نفس الأرقام اللي جات في البلاغ ديال وزير الفلاحة هي اللي كاينة في الوثائق، لأن ملي قال الحجاج كل واحد جايب الوثائق اللي عطانا وزير المالية. 437 مليون ديال الدرهم ما بين 2023 و 2024. 2023 جبنا 193 راس، والاخر 2024 204 193 مليون ديال الدرهم في 23 و 244 مليون ديال الدرهم في 2024. هي المجموع 437 مليون ديال الدرهم. هذه ارقام صحيحه. هذه شنو هي؟ هذه ماشي اعفاءات، هذه فلوس خرجت من الدوله، من فلوس الشعب، تعطات على كل راس ديال الغنم، باش منين كيشريه السيد كما قال السي محمد ب 2000 درهم كنعطيه 500 درهم كيولي مقيوم عليه ب 1500 درهم. دونك هذاك عطاتو لك الدوله. ومنين كتدخل هذوك عدد ديال الرؤوس كتبيعو بواحد لا مارش اللي هي مقبوله. هادشي داز في 2023 و 2024، وحنا ناقشنا في قانون الماليه وقلنا في 2023 راه ما عطاش الاثار ديالو، خصو يحبس، وحتى واحد ما سمع لنا. قلنا هادشي راه ما كانش عنده اثار، هادو فلوس ديال الدوله كيمشي. في 2024 الاغلبيه استغلت، الاغلبيه هذه ولات صوتات ولات دارتو في الدعم ديال عيد الاضحى. حاجه وحده اليوم اللي خصنا نفتخروا بها وكنشيدوا بها هو القرار الملكي الشجاع الحكيم اللي الغى شعيره الذبح ديال عيد الاضحى. هذا اجراء بطبيعه الحال شتنا الاثار ديالو الغد ليه، وحتى كنهضر دابا مع المغاربه كلشي شاف اللحم هبط. يعني الاجراءات كلها اللي كانت خدات الحكومه ما كاين فيها حتى شي حاجه ديال عيد الاضحى. حنا السؤال هذاك السيد اللي لقى الدعم، واش الحكومه تبعات هذوك الالاف ديال رؤوس الماشيه توصلت للسوق ووصلت للمواطن؟ واش المواطن شافوا هذوك الكباش في السوق كيتباعوا؟ وما نكذبوش على المغاربه، راه حنا كلشي كيمشي للسواق في العيد الكبير. واش كانوا في السوق؟ ما كانوش في السوق. هادوك مشاو للكواره وجلسوا حتى داز العيد الكبير ولاو كيبيعوهم كانه انتاج محلي، و437 مليون ديال الدرهم داروها في جيوبهم. الى عندكم ديك 437 مونطون صغير، حنا في البي بي اس عندنا كبير، راه كبير. 437 داروها شحال من واحد؟ 18 واحد. نطلق لكم الفيديو. On n'a pas encore réussi à craquer le modèle. Pour différentes raisons. Parmi les raisons, et qui ont été citées par mon secrétaire général, il y a une quantité limitée de spéculateurs, 18 exactement. 18 exactement. نعطيك العربية، نعطيك العربية. ها العربية. ها العربية. ملي تشوفوا انه في اثناء العيد السابق اسمع كاين ناس اللي هما استوردوا الاغنام وحصلوا على دعم ديال 5 حصلوا على دعم. المهم عارفينه، لان كيقول لك هذا الشيء ولا الرومانسيه ولا البوز. انا كنهضر بالحجاج، واش هذا الشيء الا فيه الرومانسيه ما نعرف. دابا هذا مكون اساسي. نزيدك انت السي احمد التويزي، ها البلاغ ديالكم، ها هو يقول لك الحجاج. وفي نفس السياق يدعو المكتب السياسي الى الغاء الاعفاءات الجمركيه والى الدعم.
دونك نتوما يعني هذاك الشيء 437 مليون ديال الدرهم داتها 18 لواحد. واش نتوما كنواب اغلبيه ما مسؤولينش على المال العام؟ من المهام الدستوريه والرقابيه ديالكم خلي الحكومه دارت اجراء، انا كنقول ما سرقاتش الحكومه ما دات تاريا، راه واحد الناس اللي داو فلوس المغاربه وانتم كنواب مسؤولين امام الله وامام العبد. ما يجيش مكون يقول لك الله يهديهم كيدعي معاهم ونجيب التقصي الحقيقيه باش نهضر معاه. واخا نكمل عيد تهضر ودابا هي تهضر. عرفتي شنو هي الفرق ما بين المهمه الاستطلاعيه وجهه تقصي الحقائق؟ مهمه استطلاعيه هي بحال الا كنتي في الدار الفوق ولقيتي الناس كيدابزوا وطليت غير كتشوف ودخلتي لدارك. الاستطلاعيه هي تقصي الحقيقيه، نهبط ونشوف شكون ظالم ونعيط للبوليس ونقلب. اما هذيك كنستطلع ونقول لك كاين مهام استطلاعيه دابا رفضوا وزراء يعطيونا الوثائق الى حدود اليوم. تقصي الحقائق لا، كيأدي اليمين وإلا رفض كتجيب مفوض عنده عقوبه من 6 اشهر حتى العامين وكيأدي اليمين. تحقيق انا مازال ما كنتهم حتى واحد، غير كنعطيو الفرق، لان من غنمشيو نقول له اعطيني الاسماء ديال 18 واحد غيقول لي ما نعطيكش. المهمه الاستطلاعيه يقول لي ما نعطيكش، دونك شنو الهدف منها؟ لان هذا فيه مال عام. المهمه الاستطلاعيه الا كان واحد البرنامج سياسه عموميه، واحد الطرق القرويه واش نجحات كنديروا توصيات، هذه فلوس المال العام خرجت ديال عيد الاضحى 437. نجي للاخرى، المهم هذه مفهومه. الناس شراو، المواطنين ما استافدوش من 437 مليون ديال الدرهم وشراو الحولي كما قال الامين العام، من شراو ب 2000 درهم ب 4000 درهم. سالينا هذه الهضره العيد، يعني 437 درهم تشفرات. خصنا نقلبوا شكون داها. المساله الثانيه ديال هذا الشيء ديال الاعفاءات، فعلا كانت الدوله ما كتدخل تاريه، كانت 200%. وهذاك الشيء اللي عاطي السيد الاخر وكيقولوا فعلا يعني نفقات ديال الدوله هذاك الشيء 13 مليار فاصله 3 كنفقات ديال الدوله. ماشي الدوله خرجتها فلوس بحال عيد الاضحى، لا نهائيا ما خرجتهاش فلوس، ما خرجتهاش فلوس. ولكن انا ملي كنجيب هذوك الحواله وكنجيبهم من المغرب شريتهم ب 2000 درهم، عفاتني من داك الكالكول اللي درتي ديال 7000 درهم حيدته بقى ب 2000 درهم. خصو يتباع للمواطن بواحد لامارج اللي معقوله، يعني باش هذاك الثمن ديال اللحم يهبط. هذا الشيء ما كانش، ما كانش ياك اسي بقى اللحم 150 درهم. شنو معنيتها؟ ان هذاك السيد باع بالثمن غلا ودا واحد لامارج كبيره اللي تقدر تكون 13، تقدر تكون 12، تقدر تكون 6، تقدر تكون 2 اللي دارها في جيبو. ونعطي مثال بسيط كنبغي نعطيه باش طوموبيل جبتها من برا ب 5 المليون ولا 10 المليون، الديوانه ديالها اللي خليتها ب 200% غنخلص عليها 20 مليون. دونك الا بقات الديوانه تقام عليا ب 30. ولكن ملي كنجيبها وعفيتوني من الديوانه، الحكومه عفاتني من لا دوان، كيبقى ب 10، خصني نبخها ب 11 ب 12 ماشي ب 34. يعني هذاك اللي جاب زاد لي فريدي دوان كانه خلصها، ماشي الحكومه. الحكومه دارت هذا الاجراء ماده التاليه ومصرف التاليه بالميزانيه، ولكن هذاك استفد من ذاك الاعفاءات وزاد ديك 13 مليار دارها في جيبو، اما 13 اما قل، دارها في جيبو وزادها على المواطن، خلصها المواطن. وحنا شنو كنقولوا شحال؟ شكون هي لجنه تقصي الحقائق هي اللي غتفسرنا وتوضح لنا باش ما نعطيوش اتهامات. المساله الاخرى، السؤال ديال ثلث الدستور الفصل 67 كيعطي هذه الاليه لجلاله الملك ولثلث من البرلمان بمبادره من شكون غادي يطلق المبادره؟ واش الجنون؟ يمكن له يطلقها نائب، يمكن له يطلقوها 2، يمكن يطلقوها 4. مبادره كتطلق واللي بغى يوقع كيوقع. يقدر يوقع من الاغلبيه، يقدر يوقع من المعارضه. الحكومه راه دارت شغلها، هادو نواب الامه كيشوفوا والفلوس كتمشي وما استافدوش منها. خلي غير نهضروا على العيد الكبير، غير هذيك خصني ندير تقصي الحقائق. هاد الاغلبيات انا بغيت نمشي نشوف هادشي اللي كيتقال او لا، راه نفند داكشي اللي كيتقال راه كذوب. حنا ما تاهمين حتى واحد، حنا مشينا لواحد الاليه باش كيكون عندنا الحق نطلبوا جميع الوثائق ونوصلوا على الحقيقه كامله. دونك المبادره ليس ببوز،
وليس حنا نعلم. ما عمر كيقول لك ويقدروا حنا غير من درناها معارضه بانت المعارضه، راه يقدر يديروها 5 النواب من الاغلبيه. يقول لك اسيدي واحد الحقوق بنا نديروا تقصي حقائق، لان هي اليه بحالها بحال المهمه الاستطلاعيه، اليه كيسمح لنا الدستور. دونك يمكن له يتونجاجا فيها اي واحد، اي نائب. انا في واحد الوقيته كنت في فريق محترم ودرت تعديلات ضد الفريق ديالي كيعطيها لي الدستور. درت تعديلات باسم حموني رشيد كنائب برلماني امارس حقوقي الدستوريه. دونك هذيك اليه رقابيه. انا تفاجات، كنت كنقول الاغلبيه لان هي اللي كانت متهمه والملف ما كانش واضح. 13 مليار 13 مليار، قلت هي خلينا نكمل. الوليد الله يهديك، راه الوليد خلينا نكمل. الاغلبيه تفرح تقول جاب الله هذه الاليه باش نبرئوا نفسنا من هذه الاتهامات وهذه الاشاعات. يعني هي جاتهم واحد الفرصه ملي بدات المبادره توقعوا يديروا هما رئيس، راه نفس القضيه، لا المهمه الاستطلاعيه ولا جات تقصي حقائق. الا كان رئيس من الاغلبيه كيكون من المعارضه، نفس الاليه. حاجه وحده هي الالزاميه ديال هذاك اللي كنمشي له باش هذاك، لان في المهمه الاستطلاعيه في النظام الداخلي ما يخليكش تدخل الكوري ديالو. عندك الحق باش نشوف هذاك واش جابهم تما، واش عنده كوري اللي يكون عنده 12000 راس، ما يخليكش السحب. مهم تقصي الحقائق بالسيف عليه، القطاع الخاص بالسيف عليه، ندخل ديالو نشوف. انا عطيت لان الوقت اللي يكفي باش نشرح فيها بزاف. لا شنو السؤال الاخر اللي هذا القراءه هي قراءه خاطئه للدستور، قراءه خاطئه للدستور. ملي كنقول هذه الاليه الرقابيه هي خصك تكون عندك ثلث، لا ماشي المعارضه وماشي من يشكل لجنه تقصي الحقائق، هو رئيس مجلس النواب والمكتب، ماشي المعارضه، ماشي الاغلبيه، ماشي الثلث. نشرح غير هذه. يعني الثلث ما كيشكلش لجنه تقصي، هي غير كتسو في واحد الشهور كتقدموا لرئيس مجلس، هو من يشكل لجنه تقصي الحقائق. حنا ملي كنوصلوا الثلث كنعطيو للسيد الرئيس بناء على واحد كنقولوا ما تشكلش الثلث، حنا قمنا بدورنا وعليكم ان تفسروا